من لندن إلى بغداد، وبالتالي اضطرينا نعبر الحدود المغربية الجزائرية. الصعوبة اللي واجهناها هي عند المغاربة يرفضون الجزائريين يرفضون أي شيء له علاقة بالمغرب، وهذه دا أتكلم على أفراد. يعني كانوا قسم من زملائنا اللي من رافقونا من القافلة من المغرب للحدود الجزائري، والله واحد منهم قال لي يا أخي أنا أمنيتي، لأنه طبعا هذه واحدة المرة القليلة اللي الجزائر والمغرب فتحوا الحدود، عبرنا من الحدود، بحيث أنا لما جيت أطلع من المطار قالوا لي كيف دخلت أنت هنا؟ الختم مالي من الحدود الأرضية. فقال على أي حال هناك شعور مبني عند الجزائريين في عداء إلى المغاربة على المستوى الشعبي قصدك؟ على المستوى الشعبي. يا أخي هذا الرجل توسل قال لي والله ما بس أريد أحط رجلي في الأرض المغربية على الحدود. هذا مش شخصي، هذا مسؤول لمنعه. لا هذا اللي الشخص اللي كان يريد يسويها هذا ليس موظفا ولا شيء، يعني زميلنا، واللي دا يستقبلونه هم الأخوان أيضا اللي مؤيدين للقافلة وليس المسؤول. لا المؤيدين للقافلة نصهم مخابرات. يعني وانت تريد ان يسحق. تريد ان يسحق. لا انا جزائري واعرف هذا الرأي العام الجزائري. نقطة أخرى، أنا في تصوري أن أقصى شعبين عربيين وأكثر انفرادية هم الجزائريين والعراقيين. العنف عند الفرد العراقي، طبعا ما أقدر أتكلم عن الجزائر، ولو أنا قلت له الله يرحمه العبد العزيز بوتفليقة، قلت له والله ما في أسوأ من العراقيين غير، ما في أسوأ من الجزائريين غير بس العراقيين. بالنص والله. فالفردية اللي موجودة والعنف اللي مرد ووضوح الرؤية غير القابلة للمناقشة، الأبسولوتيزم عند الجزائريين تتجاوز ما عند المغاربة، وبالتالي قد يكون هذا جزء من السبب. هو لازم يعرف الناس انك عراقي حتى لا ما يعرفون الموقف الرسمي. الموقف الرسمي وصل الى انه لا يذكر الفريق المغربي عندما يفوز على البرتغال مثلا او على اسبانيا مثلا. حتى الناس غضبت بشدة، كانوا يقولون خرجت اسبانيا من اللعبة، مش المغرب فاز، اسبانيا اللي خرج البرتغال. اشبه بالضراير. ايه فهذا الموقف الرسمي. هناك خلافات قديمة تتجدد. ربما النقطة يجب أن نحن كجزائريين دائما، وأنا دائما أذكر بهذا، أكثر البلدان التي ساعدتنا في الثورة الجزائرية هي المغرب وتونس. وبال61 بدأ الخلاف. الخلاف في الحقيقة بدأ أولا الملك محمد الخامس إلى درجة أن أهم شارع في الجزائر أو من بين أهم شوارع العاصمة هو شارع محمد الخامس في الجزائر، وتقريبا في كثير من المدن الجزائرية فيها شارع محمد الخامس حتى في تونس أيضا. نتيجة لما قدمه ويشهد له هذا الرجل، هذا الملك، والدور اللي قدمه حقيقة على خلاف بورقيبة في تونس. في تونس كان الشعب التونسي مع الثورة الجزائرية. بورقيبة كان متلاعبا، الملك المغربي لم يكن متلاعبا في الموضوع. لكن حدثت مجموعة إشكالات. إشكال أن إخواننا المغاربة يقولون أن لديهم أو أجزاء مما هي الجزائر اليوم كانت جزء من المغرب، وأن فرنسا هي التي ضمتها. يعني خلاف على أراضي؟ خلاف هذا قديم. الخلاف الثاني الذي خلف والده محمد الخامس قال بأن هناك أراضي الآن جزائرية، خاصة تندوف وبشار في الجنوب، وهي كانت جزء من المغرب.